حسين، لأن إذا ما اسمع كلام حسين أنا حاجم بيتي بيدي، وهاي مريم لازم أهججها بأي طريقة وسائس الأمور، إذا مو هيج أنا كل شي. ها عيني. راح أطلع. أقول لك كاظم، أنا غلطت وسيحت بوجهك وأنا آسفة، بس تدري بيه إنه أنا أحبك وأموت عليك وما أقدر بدونك، بس أنت تغيرت علي مو بيدي، يعني ما أعرف فجأة إنه هي تغيرت علي، بس يلا صار خلاف بيناتنا وراح. أنا ما أريد أهجم بيتي، ولا تنسى إنه ابننا موجود، يعني لا يقدر يعيش بدونك ولا يقدر يعيش بدوني، فلازم إحنا نبقى سوا. أنا ما عندي شي وياك، وأني ما ردت لا أطلعك لا أضربك لا أمد إيدي عليك لا أغلط. أنت جبتيها لروحك. البنية ما عندي شي وياها، وقلت لك مثل أختي، وصار هواي مشايفها ضحكت وشاقيت وجاملتها. أنت طورت الأمور زايد. بس هدي أعصابك وانسى الماضي وعلينا نبدي من جديد. نبدأ من جديد، وأنت ظليتي هنا بإرادتك. قسما بالله إذا أسمع صايرة مشكلة لو مسمعة مريم مشكلة ما تلومين إلا نفسك. هسه أول شي هدي أعصابك، جاي حاجيك بهدوء وما دا أتجوز بأي شي، فأنت ابتعد من يمها وإحنا خلينا نبقى سوا، إذا مو على مودي على مود لا أمي. إله إلا الله. بابا شنو ابتعد؟ ليش أنا إيش عندي وياها؟ يعني متقرب منها حتى ابتعد؟ يعني بطل هذا الشقا. دروحي دروحي. تطير نصائح. كل شي يزيد وياه لأن مسايا